السلام عليكم. دي معانا عربيه لوجان 2011 او 12 شكل قديم عامه، واحد كاميرا. صاحبها جاي من المنوفيه بيشكي ان في سخونيه، وهو عمل لها وش سلندر مره واثنين، تمام، واحتمال احنا كمان نفكها وش سلندر، تمام. فطبعا احنا لما جينا كشفنا العربيه ممكن نعرف استاذ محمد. لما جينا كشفنا طبعا لقينا خرطوم العكاز ده، تمام. كان هو اصلا جايب اصلا عطلان العربيه، تمام، يعني جاي اصلا ماشيه بالعافيه، معمول لها وصل مشترك حديد، تمام، وعامل مشترك بين ده وبين ده عشان يجمع الخرطوم كامل على بعضيه. طبعا احنا غيرناه خلاص، وقوة الميه طبعا بص عامله ازاي، احنا كده قرب معلش من قوة الرباط على القفيز، بص القفيز عامل ازاي، قافل على الكوع نفسها، تمام. طبعا ده برضه غيرناه برضه كوع على بنيه جديده. رمبة الميه طبعا زي ما شايفين، طبعا احنا حذرنا منها كذا مره، هي اصلا رياشها بايظه خالص، يعني الرياش اصلا بص خفيفه خالص، بايظه ضعيفه، تمام. فطبعا احنا غيرنا ترمبة ميه، وغيرنا كوع ميه، وغيرنا خرطوم ميه، انما برضه مش زي العربيه بتغلي. يعني تصور كده قلبة الميه يا جماعه معلش، تصور قلبة الميه، مروحه شغاله سرعه ثانيه، تمام. غيرنا قلبة ميه، غيرنا ترمبة ميه، غيرنا كوع ميه، غيرنا خرطوم ميه، انما ما زال برضه الغليان موجود. فده للاسف ده يخليني افك وش السلندر الثاني. علشان كده انا شاكك ان الجوان ده يا اما مش بتاع العربيه يا اما راكب غلط، لان يا جماعه المكنه اللوجان الواحد كامه، البلوك التحتاني هو نفس المكنه بتاعت الميجان 199 واحد كامه برضه، تمام. البلوك يعني الموتور ده زي ده بالظبط، بس المشكله ان ميجا الميه تختلف في العربيتين. الميجا الميه تختلف عن هنا وعن هنا، اشكالها مختلفه، والجوان ده ممكن يركب مكان ده، بس لو الجوان ركب غلط او لو ركب ده مكان ده يؤدي المشكله اللي احنا فيها، اللي هو خلينا فوق له سلندر ويبقى الجوان راكب غلط، او في ميجا ميه مسدوده. لان الترمبه الميه تبقى شغاله بتشتغل انها تشفط بالعافيه، فهي مش قادره تشفط، تمام. الضغط بتاع الميه مش قادر تجمعه في العربيه، فما فيش قوه برود، ما بتفرطش العربيه، ما فيش حل برود خالص. ونضفنا الرادياتير وفكناه وبعتنا ننضفه، انما برضه ما زال المشكله قائمه. فاحنا كده ان شاء الله هنفك النهارده وش سلندر، تمام، وهنخلص المشكله مع بعض، وان شاء الله هنكمل مع بعض. السلام عليكم.